السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناتي في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. عامة عشاق الدراما الكويتية، أهلا وسهلا بيكم في كل حتة. انتوا في جنب تاني خالص. مسلسل غسيل وطاقم العمل بيترقب الجمهور العربي ومحب المسلسلات الدرامية الكويتية عرض الحلقة الأولى من مسلسل الخليجي غسيل، والذي من المتوقع أن يشارك الذي يشكل نقطة فارقة في الدراما الخليجية بفضل القصة الرائعة وأسماء الفنانين المشاركين. ومن خلال موقع ويكي الكويتي سنتعرف على قصة مسلسل غسيل. المسلسل يا جماعة بتدور أحداثه حول التأثير الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي في البلدان العربية، بالإضافة للدور الكبير اللي بتاخده منصات السوشيال ميديا في تفكير المجتمع العربي وعمليات غسل الدماغ اللي بيتعرض لها الشباب والمراهقون، كلما يسلط العمل الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالشباب في سن المراهقة. طاقم العمل يا جماعة آه، كان طاقم عمل جامد جدا. المخرج أحمد عبد الواحد، المؤلف فهد العليوة، المنتج شركة كتوي للإنتاج وأفلام إيجي. أما يا جماعة بالنسبة للمسلسل هيتم عرضه على أكتر من قناة هنتابعهم مع بعض. وتابعنا يا جماعة طبعا كلنا الحلقة الأولى امبارح وشفنا الأحداث بتاعتها، وبداية مشوقة جدا 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 للمسلسل. من بداية الحلقات، الحلقة الأولى بيعرفك إن المسلسل ده هادف جدا. المسلسل ده بيناقش قضية معينة، وفعلا قضايا أو تأثير المنصات الاجتماعية على الشباب بقى بيحصل فيه غسيل دماغ كتير جدا. عامة بنتمنى لكم مشاهدة ممتعة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هننزل الحلقة التانية من المسلسل ده اللي تابعوا معانا الحلقة الأولى. اللي ما تابعوش الحلقة الأولى يرجعوا للقناة يلاقوا رابط الحلقة الأولى بإذن الله. مشاهدة ممتعة يا جماعة، رمضان كريم علينا وعليكم. لو مش مشترك في القناة اشتركوا وفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.